تخيل معايا كده، تصحى كل يوم على صوت المنبه، لكن بدل ما تقوم تمد ايدك وتقفله وتقول 5 دقايق بس، وفجأة تلاقي يومك ضاع والمهمات اتراكمت ونفسك متضايقة ومش فاهم ليه. ايه اللي بيحصل؟ ليه بنهرب دايما من اللي مفروض نعمله؟ وليه الشخص المنضبط دايما شكله مرتاح وحياته ماشية؟ خليني أقولك السر. الانضباط مش موهبة، الانضباط عضلة بتتدرب. الفرق بينك وبين الشخص اللي دايما سابقك مش الذكاء ولا الحظ، هو القرار الصغير اللي بياخده كل يوم لما يلتزم رغم إن مفيش مزاج. تعال نرجع شوية. مرة قابلت شاب كان بيقول دايما أنا مش بعرف ألتزم بأي حاجة، حتى أبسط الروتين. سألته بتصحى إمتى؟ قال يعني 11 أو 12 كده، حسب المود. قلت له ابدأ من هنا، مش لازم تعمل كل حاجة مرة واحدة. صحية النوم أول خطوة. بعد أسبوعين نفس الشاب ده بقى بيصحى 6 الفجر، بيتمرن، بيشتغل وبيقرأ. ليه؟ لأنه فهم إن الانضباط مش معناه حياة مملة. الانضباط هو إنك تختار الصعب دلوقتي علشان ترتاح بكرة. حياتك مش هتتغير لو فضلت تستنى المزاج أو الدافع، لكنها هتتغير لما تشتغل وانت مش حابب، لما تكمل وانت تعبان، لما تقول لأ وانت نفسك تقول نعم. افهم ده، الانضباط مش بيخليك عبد للروتين، الانضباط بيخليك سيد حياتك. ابدأ صغير، ساعة النوم، اقفل موبايلك قبل النوم بساعة، اكتب 3 مهام بس اليوم الجاي، اشرب مية أول ما تصحى، مارس رياضة خفيفة 10 دقايق. صدقني، حاجات بسيطة دي هتخلي دماغك يرتب نفسه وتبدأ تشوف نفسك جديد. وفي الآخر انت مش محتاج حظ، انت محتاج تبطل تأجل. قولي في التعليقات ايه أول عادة ناوي تبدأ بيها، ولو حسيت بكلمة واحدة خبطت فيك اضغط إعجاب واشترك عشان توصلك كل الحيل اللي هتطور برنامجك البشري. انتظرونا في الحلقة الجاية، وقتها هنتكلم عن السر اللي بيخلي الناجحين يوصلوا رغم التعب. خليك قوي، خليك منضبط.